السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك انت يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى متابعين ليا في الدنيا؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. معايا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ معانا طبعا النهاردة هنعمل فرخة اهي نضفتها خليتها زي الفل اهي، وعصرت عليها ليمونة وجنزبيل وملح وسبتها كده، وهنعمل مع بعض فاصوليا ناشفة ورز. تعالوا بقى مع بعض نعمل الفاصوليا. طبعا غسلت الفاصوليا اهيت وسبتها تخمر لمده كده ساعه وميه سخنه، وحطيتها على البوتاجاز تغلي. هنشيل بقى الريم اللي عليها دوت. شلنا الريم بقى اللي عليها، هنسيبها بقى تغلي شويه كده لحد ما تقرب ايه، تبقى 3/4 سوا كده. هنعمل مع بعض بقى الصلصه. الميه غليت اهيت، حطينا الفراخ فيها، ومعانا بقى ايه مرق دجاج وورق ورق لوري وفلفل اسمر حصى، حطهم كده، ومعايا بصلايه ومعايا طماطمايه. اول ما تغلي بقى هنهدى عليها، والملح بنحطه بعد شويه. يا حبايبي خلطنا بصلتين حلوين كده. معلش بقى انا اسفه على صوتي لاني تعبانه شويه. وحطيت معلقتين سمنه و3 معالق زيت، هنسيبهم بس يتبالوا شويه في بعضيهم كده. ادي البصلايه كده اهيت معايا بقى ايه نص معلقه توم كده او 3 فصوص توم، هنشوحهم برضو مع بعضينا زي كده. هنحط بقى ايه، هنحط عليهم الفاصوليا. حطينا الفاصوليا اهي ونشوحها شويه، وبعدين بقى هنحط الطماطم عليها. معانا بقى البهارات بتاعتها اهي. معايا مرق الدجاج ونص معلقه سكر ومعلقه كزبره ونص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه كمون وربع معلقه جنزبيل ومعلقه بابريكا والملح. تعالوا بقى مع بعض نحطها اهو يا حبايبي. تغلي اهي. طبعا حطينا الصلصه عليها بهاراتها. اهو يا حبايبي حطيت الماده الدهنيه وحمرت الرز زي كده اهو. انا بقى بحمر بايد واحده معلش اهو. هنضيف بقى الرز عليه. لو عندك شوربه بقى بتسقيه بالشوربه، لو ما عندكيش شوربه بتسقيه بقى بميه، بتعمليه بميه وتحطي مرقه مكعب دجاج عليه والملح وخلاص. يعني بكلتا الحالتين بنتصرف يعني. وبعد ما خلصنا يا حبايبي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد.